هالصوت، يسلم هالصوت. مساكم الله بالخير مشاهدينا وحياكم الله معانا. ليلة باينة من بدايتها ومن عنوانها إن شاء الله راح تكون برفقة هذا الصوت الكويتي الخليجي العربي الجميل، الفنان الكبير والقدير عبد الله رويشد. مساك الله بالخير. مساك الله بالخير. نجم الأغنية العربية. أهلا فيك، حياك الله. مساكون علينا في طلتك سفير الأغنية الخليجية، وسعيدين بتواجدك ونورتنا في ذلك. كل ده طول عمرك. مصطلح جديد أول مرة نسمعه. عسى الله يسلمك. بهالألبوم الجميل اللي يعني أمتعت جمهورك فيه. الله يحفظك. قدمت لهم شيء قيم متعوب عليه. الحمد لله والشكر. يعني مثل ما نقول باللهجة الكويتية. الحمد لله والشكر. يبين مجهودك، وأنت قدمت باقة من أجمل الأغاني، شيء يبين مجهود عبد الله رويشد لجمهوره اللي كان ينتظر منه هالألبوم الجميل. أول شيء نمسي عليكم بالخير ومسي على مشاهدينا من تلفزيون الكويت وليالي الكويت، ومشكورين على الاستضافة ولا بالذكر الفرقة الموسيقية، مشكورين على حضوركم معاي. حياكم الله، أبرك الساعات. شكرا لك، وشكرا طبعا للمايسترو أيوب خضر على وجوده وباقي الأساتذة اللي معانا اليوم. ومشاهدينا يعني قبل أيام قليلة أطلق طبعا نجم الأغنية العربية أبو خالد ألبومه الجديد تسلم عليك. وطبعا هذا الألبوم يعني من بدايته سوى ضجة غير طبيعية. الكل قال إن يعني رجعنا رويشد لزمن الفن الجميل. الحمد لله والشكر. أعتقد يعني طولت خلال فترة الإعداد لهذا الألبوم. تقريبا من 7 شهور إلى 8 شهور تقريبا، والحمد لله يعني أثمرت بشغل حلو، وأثمر بتعاون حتى جديد، تعاونات من يعني من شعراء ومن ملحنين، واتصور انه يعني هذه نقله لتشجيع الشباب اللي موجودين الان في الساحه. احنا نبارك لك البومك الجديد. الله يطول عمرك. بس هو ما شاء الله ما ينعد جديد، الاف الملايين باركوا لك ما شاء الله. قاعد نشوف على اليوتيوب نسبه المتابعه والمشاهده، وغير شيء نزلت النسخه الثانيه. يعني النسخة الأولى خلصت ونزل النسخة الثانية. شكرا. إن شاء الله احنا يعني تهنئتنا متأخرة شوي. إن شاء الله عقبال الثالثة. إن شاء الله يا رب. لكن هذا أول لقاء لك تلفزيوني تطلق من خلال ليالي الكويت هذا الألبوم، فشكرا على هذه الثقة الجميلة. واليوم راح نسمع إن شاء الله كم يعني وافي إن شاء الله من هالأغنيات الحلوة. أمر الله يسلمك. أبو خالد، احنا راح نتكلم عن الألبوم بتفصيل أكثر إن شاء الله، وراح نخوض بالأسماء الكبيرة واللامعة اللي شاركت حضرتك بالألبوم. بس في البداية لازم نتكلم عن كونك الأول في عدد من الأمور الكثيرة. يمكن مؤخرا حضرتك أول مطرب كويتي يقف على مسرح دار الأوبرا الكويتية ويقدم يعني حفل متكامل كان ناجح جدا وكان جميل. كلمني عن يعني أنت وقفت على مسارح عريقة وتاريخية نفس جرش وقرطاج، ووقفت على دار الأوبرا المصرية وهي يعني من أعرق دور الأوبرا عندنا في الوطن العربي. شنو إحساسك وأنت واقف على مركز جابر الأحمد؟ مركز جابر الأحمد هذا الواحد فخر بالنسبة لنا. أبونا الشيخ صباح في عهده الله يطول عمره يعني فتح لنا آفاق كثيرة. شفت السعادة اللي كانت الواحد ينتظرها من زمان، ان يكون عندنا مسرح بس مسرح بطريقة يعني عالمية يعني مسرح صجي. مسرح صجي. وفعلا يعني شيء تشرفت ان انا اكون اول مطرب يكون بدار الأوبرا. ثانيا اليوم أبارك للشعب الكويتي وعلى رأسهم والدي الشيخ صباح الأحمد الله يطول عمره على افتتاح نعم وضع حجر الأساس للمطار الكويت الجديد. المطار اليوم شيء فرحة ما تصورينها. فرحة كبيرة. الله يطول عمره ويطول عمر ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء والشعب الكويتي وكل من وطأ هذا البلد الطيب. آمين يا رب العالمين. أبو خالد، أنت دائما لك السبق. في الكويت أول فنان غنى، وبمصر بعد أول فنان خليجي يوقف. مو أكاديمي يعني، دائما الأوبرا في مصر لازم يكون أكاديمي. فأنت أول فنان خليجي وقف في الأوبرا. الحمد لله يعني شيء مشرف ان انا يعني اشرف بلدي او اشرف يعني حتى فكري. انا لما اكون مشارك في جرش ولا في دار الأوبرا المصرية او في قرطاج، فهذا يعني شرف لي. والحمد لله اني شفت ثمرة المشوار اللي انا مشيت فيه تقريبا من 35 سنة الى 37 سنة. هذا فخر لنا احنا كلنا الكويتيين. 37 سنة.
ايش الارقام؟ الحمد لله والشكر، الحمد لله والشكر. لا بس ما شاء الله عليك، يعني حتى خلال الافتتاح الرسمي لمركز جابر الأحمد، وخلال أيضا الزيارة الكبيرة لخادم الحرمين الشريفين، حضرتك كنت موجود بهذه الاحتفالية. شرفت طبعا. وشفناك يعني في ستايلات مختلفة على هذا المسرح. يعني في البداية مع أغنية، وبعدين لما سويتوا العرضة مع أبو نورة الفنان الكبير مسي عليه بالخير الأستاذ محمد عبده. طبعا تشرفت أن يكون هناك في احتفالية في والدنا الملك سلمان الله يطول عمره في هذا اليوم، احتفال شفت الفرحة في وجه صاحب السمو وفي وجه الملك سلمان، فالحمد لله يعني كان مبهج في ذاك اليوم. زين شنو سالفة الورقة ابو خالد؟ يعني خلنا من الرسميات وندخل عاد بالكواليس. ما حفظ موضوع الورقة، ما حفظ غادة، ما حفظ يعني خلاص. يعني جات فترة ما اقدر احفظ، لازم اقرا. زين في يقول سمعنا انك انت ما تحفظ الا لما تكتب الاغنية. اكتب الاغنية. اي عاد وين القلم؟ كنا اعطاني اياه. اي والله قالوا لنا. انت راح تكتب لنا بعد شيء بخطك علشان نشوف هالخط. هذا لنا حق ليالي. يعني كان صرت خطاط لو مو فنان؟ لا نوع من الفنون. لا يعني بس خطي زين يعني مشي حاله مشي حاله. تفضل. وبعد على ورق البردي. يعني الحين لازم نكتب دور اللي مشترك. حاضر حاضر. بسم الله. عاد نبي يا ريت سعود تاخذ لنا اللقطة الحلوة. هذا توقيع اطلاق الالبوم من خلال ليالي الكويت. ليالي الكويت طبعا. ترى والي الاولاد قبل كانوا يطلبون منك تسوي لهم وسائل حق المدرسه. لان كل العائله اذا واحد خطا حلو هو المسؤول عن الوسائل. صادقه. تسلم عليك. تسلم عليك من اروع الاغنيات صراحه. عليك. الحان بعد هرمي ما شاء الله. الهرمي. بعد شنو مس الكون؟ غاده. عاد استاذ ايوب جهز لنا اغنيه الحين علشان على طول واحده بواحده ورا الكلام الحلو هذا نكمل الانسجام بالاغنيه. احنا ذكرناك بالاغاني. عاد يا ريت نجهز لنا تسلم عليك. اي والله ابو خالد. للأمانة مشاهدينا يعني احنا راح نتكلم عن هذا الألبوم بتفصيل أكثر، لأن فعلا يعني من فضلك تسلم. مشكور ما قصرت. الله ما شاء الله تبارك الرحمن. يلا الله الخط وايد حلو. الله يحفظك طول عمرك. هذا بنبروزه احنا. اي لازم نبروزه. النيو سيزون مالنا نحطه. وايد حلو. الله يسلمك طول عمرك. تسلم هالإيد. شنو نسمع؟ تسلم عليك. تسلم عليك. يلا تسلم عليك. وبعدين نتكلم عنها شويه. تسلم عليك كل جماهيرك بصراحه، اللي بتويتر وانستغرام واللي بكل مكان، يعني سلام كثير على قولتهم. الله يسلمك طول عمرك. ابو علي تساعدني. من الحان احمد الهرمي وكلمات احمد علوي. اي نعم. ابو علي وين تسلم عليك؟ ما سلمت علي ابو علي. كاسر. اي حبيبي. اي تبي تقولها معاي؟ يلا امرك الساعات. ويسلم عليك الاستاذ سالم الهندي. ابرك الساعات. الله يسلمك. ايش رايك نشوف شنو قاعد يقول بالفيديو؟ ايه تفضل. مساكم الله بالخير. حييك وحيي جمهور تلفزيون دولة الكويت، وحيي الاخوان والاخوات المذيعات. حيي ابو خالد نجم سهرة ليالي الكويت، واقول له يا ابو خالد مبروك على الالبوم الجديد، والبوم اكثر من رائع وحقق مبيعات عالية. وهذا خالد اللي احنا نتوقع انه يكون موجود، يعني ما نرضى باقل من كذا يا ابو خالد. فدائما نتمنى لك التوفيق. وابو خالد ترى اللي بيني وبينك عشرة عمر، يعني انا معرفتي ابو خالد يمكن من سنه 1985. فانا تعرفت على ابو خالد كمعجب بالبوم وقتها رحلتي.
فمن هالوقت هذا الحمد لله استمرت صداقتنا، استمرت شراكتنا، استمر الشغل بينه وبينه. فالحمد لله يعني أبو خالد في ميزة حلوة أنه لما يثق بالشخص اللي قدامه يعني يعطيه الخيط والمخيط. واحنا ان شاء الله يعني دائما على العهد يا ابو خالد، اخوان قبل كل شيء. حياك الله معنا من جديد. شنو راح تسمعنا؟ انت شكلك مستعد يعني حق الغنى. تحت امرك. ايش رايك؟ ولو نسمع. ساعد طبعا والحانك الله يسلمك دائما مميز. بس الله. على مشوارك تقريبا 3 ألحان عندك، يعني على مشوارك الفني ما لحنت حق نفسك الا تقريبا 3 أغاني. لا اكثرهم 3 أغاني تقريبا، مو وايد. شنو وايد؟ اغاني اللي لحنتهم حقك. يلا قولي شنو. مو انت قاعد تغشين ها؟ لا يعني تعاونك مع ساهر 3 أغاني اللي لحنتهم مع ساهر. مع ساهر اي بس 3 أغاني. انا عبالي لا الحان. لا الحانك وايد مع ساهر. بس 3 أغاني مع ساهر اللي لحنتهم انا. اي لا قولي السؤال عدل الحصه. ايش رايك نتكلم عن الاغنيه اللي تو سمعتنا اياها؟ كلماتها علي مساعد. خليني اروح. شكلك تبيها. لا قلت لك ان هذا التلحين يعني انت دايما تحب تلاقي احد ثاني يلحن لك. بس دايما تحب احد يلحن لك. يعني دايما تحب ان احد يلحن. ما طبعا لما اشوف يعني شيء ما عليه ملحن لازم ملحن، لان في بعض الاشياء اقدر الحنها، في بعض الاشياء ما اقدر الحنها. يعني الواحد قدرات، اللي يقدر يسوي اللي ما يقدر يسوي ما يعني خلاص يشيل ايده. كل واحد له تخصصه، يعني ما اقدر اكتب شعر، ما اقدر الحن كل اغاني، يعني لازم الواحد تنوع. يشوف شنو اللي عنده، افكاره غير، طريقته غير. بس انا لما الحن حق نفسي اعرف وين اروح، يعني اعرف تاخذ صوتك يعني اعرف وين طبقات صوتي. حلو. بس ما شاء الله عليك يعني قاعد تاخذ الافضل من الجميع سواء من الشعراء او الملحنين. هذا الواحد يعني مع العمر ينتقي الناس شاطر. مع العمر هذا لازم تكون تعرف تختار، يعني الاختيار شيء مهم وصعب. يعني عشان تستمر صح. لازم يعني تختار شيء مو موجود على الساحه. تلاقيه نادر لما يصير مثل تعاوني مع عمار الشريعي مثلا. مثل تعاوني مع عبد الله القعود، مثل تعاوني مع مشعل العروي، وخالد الشيخ. يعني خالد الشيخ الله يطول بعمره. يعني احس انه يعني يعطيك افضل ما يملك. طبعا. وبعدين في سليمان الملا اكيد. الله يطول عمره. يعني سليمان الملا يعطيك تفاصيل بالاغنيه تخرعك. يعني تيجي تسمعها تقول والله عادي اوكي انا اسجل صوتي، لكن من الاقي فيه تفاصيل صغيره فعلا تحسين انها صعبه، بس ما شاء الله عليه. وطبعا لا ننسى بالذكر ان الحاني كلها روح راشد الخضر رحمه الله عليه موجوده داخلي. الله عليه. داخلي يعني بكل جمله اشوف راشد فيها. اي والله. ما زلت تحط في بالك وانت طبعا اكثر شيء وانت تختار ولا اكثر شيء وانت تلحن لنفسك؟ وانا الحن لنفسي. اشوف راشد قدامي. يعني في جمل اقول هذه مثل راشد. مسويها وين باغنيه فلانيه، لان قريب منك، قريب مني. وبعدين شنو حصه يعني احنا عمر مع بعض، فعارفين كل تسجيل يروح مو شرط لي انا التسجيل، يكون للاستاذ عبد الكريم عبد القادر نمسي عليه بالخير، يكون لنبيل شعير، يكون لفلان رباب نوال، دائما نروح مع بعض، فتلاقي الافكار دائما. فعندي مخزون من راشد ما شاء الله. طبعا عندنا مداخله للشاعر علي مساعد تحدث عن اول تعاون مع ضيفنا الفنان عبد الله رويشد. خلينا نسمع. ساعات. الحديث عن عبد الله رويشد الحديث عن نفسي الحقيقة. هذا الرجل قدم كثير للفن وللوطن على مدى 3 أجيال. عبد الله صوت الوطن، يجعل من الفرح حزن ومن الحزن فرح. شخصية
بسيطة جدا داخل هذا الرجل العظيم، طفل صغير يحاول قدر الإمكان أنه يرضي الصغير قبل الكبير. شخصية محبوبة، شخصية متواضعة إلى درجة أنه تحتار في أبسط الأشياء اللي فيه. عبد الله الرويشد، شكرا لك وشكرا لقلبك وروحك. يا سلام يعني مبين ان كل اللي تتعاون معاهم بعد في ألفة ومحبة وصداقة. طبعا لازم يكون في ألفة، لازم تكون نحب بعض، نشتغل مع بعض، لازم يعني مو يعني هاك كلام وفما لا صحيح، لكن في مودة، في عشرة، في روح رد سفر كذا تجمعنا طبعا يعني. بس اغلب اغاني علي مساعد لحنتها كلها، اغلبها او كلها بالاحرى كلها. احب افكاره، احب شغله، احب ترجمته للموضوع نفسها، يعني الترجمه مالته احبها. يعني متى يقول ابو خالد انا ابي الحن هذه الاغنيه؟ اسمع منه كذا نص، تلاقين مثلا في نص يكون صعب، يعني الكلام ماله مو هاضمه، فلا ولا لما نرسي على واحده نبني عليها، يعني حلو. نبني شنو هذا، عنده افكار وايده ما شاء الله تبارك الرحمن. وافكاره مغايره، وحتى اختياره بالكلمات يعني هم المفرده عنده غير. صحيح، المفرده عنده حلوه. يعني مثلا هذه جاي تسال شو الجديد؟ انا كل مره ادق عليه الو ها علي شو الجديد؟ يقول لي ها. فقال لي هذه كل مره تقول لي، كل ما ادق عليه يقول لي ها، تقول لي شو الجديد؟ الحين بقول لك شنو. جاي تسال شو الجديد؟ الجديد اني احبك، كل لحظه حب جديد. شنو الفلسفه بالكلام؟ فلسفه جميله، وانت تدري شوفتك عندي بالدنيا فرحه وعيد. شوف المفردة شلون يلعب فيها، فما شاء الله عليه شاعر. جميل جدا. ويعني طبعا انتم سويتوا مع بعض شغل وايد رائع، لكن هو بطيء شويه، او نقدر نقول كسول نوعا ما، يغط فترات طويله. وانت اللي ترجع للساحه. يغط شويه، مو وايد، يغط وايد مو شويه. يغط وايد بس لما يعني يطلع بشيء غير بصراحه يعني. الحين طلعت هذا السوشيال ميديا، اقرا، قلت ما عندي انا ما السوشيال ميديا شنو مالكم؟ ما اعرفه، بعيد عن السوشيال ميديا، ما احبه انا كل ما اخاف اقول لا تزعل جمهورك. ما اعرف له، ترى جمهورك على السوشيال ميديا رهيب. ايش اسوي؟ ما اعرف له. يعني اكونتات بحسابك باسمك ما شاء الله. عندي واحد جاسم شغال على الاكونت مالي منتدى السفير، هذا ما شاء الله تبارك الرحمن هو النشيط، يقول لي ترى حصل كذا كذي العالم تحب كذي، الناس تحابه كذي، الناس فيعني صور شنو اللي موجود. ردة الفعل كذا. بس يعني انا السوشيال ميديا مو زين وياه، اكون صادق معك. ما اعرف له. بعدت وايد عن الواقع، دائما قاعد اقرا شنو الشعر اللي انا كاتبه، فاضطر ادق على جاسم يقول لي شنو اللي قايل. طرشني اياه على الواتساب، ولا حتى واتساب ما في. للحين اخاف انت من ربع النوك يا ابو خالد. ما انا نقول لسه نخاف نسوي دعايه ما دعايه. اي والله صدق للحين. الحين اوريك اياه، صورين وياه سيلفي. المفروض ناخذه هني عندنا نحطه شي على زاويه سيلفي. طيب عندنا فيديو بعد. عندنا فيديو للشاعر. مع عبد الله الرويشد كان اول تعاون اغنيه نهايه قصتك، كانت من الحان سليمان الملا، وكنت في بداياتي وعبد الله يمكن كان رابع شريط له او خامس شريط له، كان تعاون يعني بشكله الطبيعي كلش ما في مشكله. كان عبد الله بس عنده بعض الملاحظات صار فيها يعني رتوش صغيره، والحمد لله كان اول عمل ناجح. طبعا دور كلمات الشاعر ساهر والحان مشعل العروي، وابو خالد قاعد يدور. قاعد يدور قريبه من اللي نساك، يعني جوها. شوف يعني هي المشكله ان انا قلت له
انا قلت حق مشعل ابي اغنيه مثل روح اللي نساك، انسانيه يعني، اي مثل روح اللي نساك. يعني ما سوينا كذا شغله مو باللي انا ابي كذي. حلو. يعني انا ابي اغنيه مسرح. مشعل ما شاء الله عليه يمتاز بالاغاني المسرح. فحلو اللي نساك طبعا عايشه. اي طبعا. طمني، يعني هالستايل اللي انا احبه. لقيت دور، يعني سمعني كذا نص، لقيت دور هي اللي وفيها حكمه شويه، يعني الكلمات حلو ساهل، موعظه وحكمه. طبعا احنا يعني شهادتنا مجروحه بالاستاذ الكبير ساهر، يعني فعلا مفرده كويتيه جميله وبنفس الوقت توصل من الخليج للمغرب العربي. ما فيها تكلف، ما فيها كلافه. زين دورت حصلت؟ لا انا دورتها لقيتها. دورتها. يسلم هالصوت ابو خالد. مو تحرى يا قاسم، ترى غير. طبعا اللي نساك اول اغنيه عربيه تسجلت بتركيا في 2000. اي صح. هذا اول اغنيه. هو طبعا الفكر جاي من اخوي مشعل العروي. قال لي لازم نسجل، خلينا نسجل اول مره نروح تركيا نسجل. قلت له تركيا يعني خلنا على مصر، طارق عاكف حلوه. قال لي بس انت خل تجرب. وفعلا يومها انا طبعا ما كنت مقتنع. اللي اقنعني سالم، اخوي سالم الهندي، الا تسجل في تركيا. يلا ما يلا بدي شنو، راح سجل. ولا الموضوع جديد يعني، ولا قصرونا باخواننا المصريين، ولكن شكل ثاني، موضوع غير اللي موجود بالساحه. فاول تجربه كانت اللي نساك. طيب ابو خالد، يعني انت قلت ولا قصورا بالاساتذه المصريين طبعا. وانت من عشاق جمهوريه مصر العربيه طبعا. ومن عشاق الموسيقى والفن المصري. ولدهم. خلينا نعرف شنو بالضبط الفرق. يعني التوزيع هني شرقي وهني شرقي، لكن الشيء اللي حسيت انه في اختلاف، اللمسه التركيه شلون تختلف عن المصريه؟ لا طبعا المصريه الحرف مالها صريح. هم مستلفينه، يعني لا هي غربي لا هي شرقي لا هي تركي. فعندهم شلون اوصف لك اياها، يعني عندهم في حرف هم يتخصصون في هالموضوع. لكن احنا كعرب او كمصريين نمتاز في اللمسه الشرقيه الصحيحه. جميل. انا سمعت ان عصفوره قالت لي انه كان في ديو، مشروع ديو مع ابراهيم. عصفوره ولا صغيره وملحيه؟ اكو عصفوره عوده. عصفوره عوده اللي تقول انه كان في مشروع ديو مع الفنان التركي ابراهيم تتلس. كان يومها مشعل، يعني بعد ما سمع اللي نساك اظن راح لهم استوديو او شافهم وكذا او سمع الاغنيه، قال انا ممكن اسوي اغنيه مع هذا اللي يغني، ما اعرفه منو عني. فراح له مشعل واتفق معاه وكذا والشكل، بس ما حصل نصيب لان في تفاصيل صغيره كذي ما حبيتها فكنسلت الموضوع. خلاص صرفت نظر يعني على الموضوع. بأن من اروع الاصوات اللي سمعتها بحياتي بالسوبرانو هذا ابراهيم تاتلس. يعني هو صوت قوي جدا. قوي صوته قوي بمعنى الكلمه، يخرع. نشوف عبد الله الرويشد يغني تركي؟ ما اعرف. يعني انت غنيت اللحن الهندي تقريبا لامسته يعني. وكان معاك يعني مطربه هنديه غنت الاغنيه معك، والالحان كانت جميله وانت صوتك دخلتك. والله انا عبالي يعني واحد من مطربينهم الكبار. كان يقول اوه لا هذا ابو خالد ولا كومار. واللبس واللبس كان جميل صراحه. الفيديو كليب وكان في بذخ يعني بالفيديو وايد ما شاء الله يعني. وهذه تحيه صراحه لروتانا ولرئيسها التنفيذي السيد طبعا سالم الهندي. للامانه ما قصروا وكانت يعني طالعه بشكل وايد. لا يعني شاعر وملحن طلال يعني عطى دعم للاغنيه لازم تتصور في تركيا. في الهند.
وعند يعني خالد المريخي كلامه وايد 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 كان مناسب حق لون مثل هذا. يعني هي جمله صغيره ولكن التصوير اعطاها انطباع اكبر من كذي. بس كان حلوة. كلامها جميل يعني. بس والله تاذينا، كنا ما صدق خبر صدق. ما صدقنا خبر. ورحنا هناك، رحنا هناك سوينا الاستوديو غاده على اساس ان التصوير برا. طق علينا مطر. اذانا المطر، استغفر الله. رطوبه ومطر. رطوبه ومطر، شيء مو طبيعي. احسن موضوع كلنا شريت بخور بالبريك يعني. اي والله. فمو البريك، صار وقت التصوير وصار عندهم طائفه مطر، اضطر المخرج على الانصاري الله يذكره بالخير ويسلم عليه، اضطر انه يسوي استوديو. فقال ها ابيك بموضوع، ايش فيك؟ ولا شوي يرتعد. قال والله انا لازم اتاخر اسبوع. ها اسبوع؟ اقعد بالهند اسبوع ما كله شاول وبرياني وبرياني حار. اقول لك برياني حار ماكو شيء. اي والله مشلوط والله فلفل ايه. المهم طلبنا مره اليوم زين، كلنا تالي باكر، كلنا عيش ابيض تالي ماشي، لكن ما اقدر اقعد اسبوع صعبه. قلت شلون؟ خلينا نروح الكويت واقعد كم يوم ويك على ما تخلص ديكورك وعلى ما تخلص رقصاتك وعلى ما تخلص. وفعلا حلو. جيت الكويت قعدت تقريبا 4 إلى 5 أيام بعدين رجعت. والازياء كانت تفصال بالهند يعني، تصميم وكاستم ميد وكذي؟ كلها يعني. هذه شركه فصلت ملابس، نفس الوقت الراقصين والراقصات كلهم اللي ادوا الحركه الراقصه وايد مرتبه. يعني ترتيبهم عجبني، لان شو يسوي غاده؟ يسوي يدرب 10 وال10 يدربون 10 وال20 يدربون 40. هم مئات، هم 200 200 شخص. اي اللي ياكل بان فوق بس الواحد ما له امل يقلد حركاتهم بصراحه. لا صعب، صعبه حتى اللي ياكل بان ما شو تسمعنا ابو خالد؟ عيوني حاضر. ايش تبي تسمعين؟ شو نقول يا مجهزين؟ الله حاضر. الله عمرك الله. ابو علي وين؟ وش اختار؟ اي والله. عندك؟ يصير ابو علي. الله يسلمك. يعطيك العافيه، يسلم هالصوت. مشكور هذا مو صدق وايد. ابو محمد. بعد قلبي الله يطول عمرك حبيبي. الكل طبعا انطرب مع حضرتك والكل استمتع جدا مع انك بخيل علينا يعني شوي. الله يسلمك يطول عمرك. نبيك تطول زياده ونبي الليل يطول ويمسي الكون علينا 3 ايام قدام. طول عمرك غاده. لا هذه الاغنيه كلها كامله بس مسويه رجيم. وخالد انا يمكن في نقطه، هذا مو بالاعداد بس انا حضرت لك حفله هنا بالكويت، عقبها بفتره حضرت لك حفله بالامارات، عقبها بفتره حضرت لك حفله بصلاله. لقيت اختيارات مختلفه 180 درجه، يعني كل حفله لها جوها المختلف اللي يناسب البلد. طبعا الذكاء يعني هذا الذكاء، لكن يعني في تغيير يعني اقاليم. يعني حتى لما اروح مثلا تونس او اروح الاردن اقدم شيء اللي هم حابينه من عبد الله، فلذلك الواحد يختار كذا خط لارضاء جمهوره. يعني ما احب ازعل احد، وخاصه حتى بالكويت ترى ما احب ازعل احد. لا قال لي لا اقول صحيح. يعني حتى لو اقولها مقطع فعلا اقولها. يعني ما اخلي بخاطره شيء، لانه هو متعني ويايك. فهذا يعني شرف عظيم بالنسبه لي. يعني تكون مثل احتفاليه كبيره بالنسبه لي. يعني شفنا ما حد قاعد على الكرسي. الحمد لله. صلاله ما كان حد قاعد على الكرسي. الحمد لله والشكر. الحمد لله والشكر.
طيب حضرتك غنيت قبل شوية هذه الأغنية الجميلة، وهذا يذكرنا أيضا بزمن السلطنة والأغاني الجميلة. محمد عبد الوهاب وحضرتك قابلته وتعاونت مع عمار الشريعي. يعني أسماء كبيرة تخرع صراحة. عبد الرحمن الأبنودي، دكتور جمال سلامة. جمال سلامة أكيد كملحن. يعني نبي نتعرف على عبد الله رويشد بال 2017. ابتعد تماما عن هؤلاء يعني العمالقة وتاريخك معاهم، يعني الله يرحم اللي توفى منهم أكيد، لكن ما شفنا تعاونات مع ملحنين مصريين جدد، ما شفناك تغني باللون المصري وحضرتك يعني جيدة. والله إن شاء الله يعني أتمنى أن يكون هناك في شاعر، هناك في لحن من جمهورية مصر. بالعكس أتشرف. بس يعني ما تبحث أنت؟ والله بحث، الحين قاعد أبحث في حتى بالنصوص القديمة مثلا للأبنودي، أو يعني ما حاول؟ في أمور عندي، بس بعد الوفاة شوية يعني لازم أخذ منهم تصاريح. يعني كان من زوجة المرحوم عمار الشريعي أو زوجة المرحوم عبد الرحمن الأبنودي، يعني في تفاصيل أنا مستحيل الحين أروح يعني شوي يعني. بس ابتعدت عن جمهورك بمصر. مصر؟ بالعكس والله يعني هم والهانين عليك، بالعكس وانت شويه يعني صرت خليجي اكثر، يعني وايد مركز. يعني سامحيني بهالشريط، الشريط الجاي اوعدك انه يكون فيه هناك ان شاء الله اغنيه مصريه ان شاء الله. يعني انا عندي صلاح الشرنوبي ترى من ابدع الملحنين اللي موجودين على الساحه. كقريب مني انا يعني مو ولا قصرا بالباجي، لكن قريب مني انا صلاح الشرنوبي. احس انه عنده جمله، اكيد عنده جمله، فنان، عنده فكر، عنده كلمه حلوه، فان شاء الله في تعاون. ياسر عبد الرحمن، يعني انت جوك كذي. ياسر تخصص الموسيقى التصويريه، اتصور يعني هو موسيقي شاطر جدا، لكن كالحان فيه في اشياء تشير عليها، يعني بصبعك تقول والله هذا الملحن اللي ممكن يعطيني شيء اللي انجح معاه. يعني مو بالضروره ان انا اغني اي شيء مصري، ولكن النجاح مطلوب. هذا النجاح مطلوب بالاغنيه يعني. نرجع حق شريطك شوي ونتكلم عن المطيع العوني. يا حلوه يا حلوه. وطن عمري. وطن عمري يا حلوه يا حلوه. جدا راقي، ودائما اشعاره حب. دائما يعني ما نشوف فراق وشي، دائما حب رومانسيه. هو راقي أمانة. انجح الاغاني وطن عمري كانت جميله جدا، وما زالت تغنى وما زلنا نرددها. وايد ناس يكتبونها بمواقع التواصل الاجتماعي. وطن عمري حلوه ككلام كلحن، تصور فيها صوره حلوه جدا. انت عندنا كلمه حقه منه، نسمع الفيديو. تفضل. عبد الله رويشد يعني بوابه نجاح كبيره لكل الشعراء يعني. وكتبت وطن عمري، واذكر اني كتبت مذهب وكوبليه، والمعلومه اللي ما حد يدري فيها تقريبا من الجمهور انه عبد الله يكون شريك اساسي في العمل، في الكلام، انا اقصد كشعراء يعني. دائما يعني يقول غير وشيل وحط، وانا اكون متعاون معاه جدا، لان عبد الله عرف مدى احترام الجمهور او ذوق الجمهور، يحترم جدا عبد الله جمهوره، ونكون متعاونين دائما لانجاح العمل. يعطيه العافيه. اي والله يعطيه العافيه. اسلوبه هادي كذي غير تحسين انه هو في رومانسيه كذي، حتى بحكيه حتى بكلامه، حتى دائما هدوء، ويعطينا عاصفه بعدين يقول الكلمات الجميله هذه. يا رب يعني. نسمع شيء الله منه، من مطيع. والله المخرج قاعد يقول لي والله انا هم اللي يحنون علي مو انا. تمام. يعني احنا نبي نسمع بس مو معطيني مجال. بهذا الألبوم لك أغنية مع مطيع، رد روحي. يا حلوة يا حلوة. شنو هالكلام؟ شنو هالكلام؟ شنو رد روحي؟ في موضوع في كذي ترد الروح فيها،
ترد العشق اللي فيك، ترد افكارك، توديك الى ايامك اللي كانت وانت صغير. في كلام كذي لامسني، فعشان كذي لحنتها. انت حتى القائك بالكلمات يعني رائع صراحه. الله يحفظك. يعني من غير ما تغني، بس مجرد انك تقرا يعني احنا ننطرب معه. الله يطول عمرك. للامانه ابو خالد، وما شاء الله عليك، يعني اختياراتك احس ان انت يعني تعزفها وتغنيها من قلب، طالعه من روحك. الحمد لله. فعشان شي ترد روحنا. الله يسلمك، يطول عمرك. حصلت على اعلى مشاهده باليوتيوب. اي ما شاء الله. يعني مع ان اول اغنيه سجلتها. اي اول اغنيه سجلتها. اول واحده تم واحدة. اختيارها بعد ولا بس؟ تم اختيارها وسجلتها. اي. قلت له مطيع ابي الكوبليه الثاني. قال نعم. اي اغنيه؟ قلت رد روحي. ما كان مسوي كوبليه ثاني، يعني كان مسوي مذهب وكوبليه ومشى. اي. فسمعني اياه وكذي وكتبته وراح. لكن مع قعدتي بالكلام وكذا يعني لقيت في اغنيه كذي سلسه. اي. فانا رايح مصر قلت خلنا اسجلها. فسجلت اول اغنيه سجلتها. ما شاء الله فاتحه خير. فاتحه خير. اي فاتحه خير الحمد لله. نتكلم عن مس الكون. بس قبل لا ننتقل فتحية عجلان، مع مطيع لك أغنية بس ما سجلتها. شنو هي؟ عساك بخير. عساك بخير بعد ما سجلت. شنو قصتها؟ ما سجلتها والله. ليش؟ ما يا وقتها. او بالاحرى غاده ما حسيتها بعد. ابي تعمق فيها. ابي اتعمق فيها، بس اتصور غنتها نوال، اتصور. أيوة. ولا معلومه اللي يعطيك من هذا ابو لحيه. لا احنا عرفنا انه هو كتب لك هذه الاغنيه بس انت ما غنيتها. لا راحت حق نوال اظن. راحت حق نوال. اتصور. ايه. خلي ساعدك يقول لك ايه ولا لا. انا ما اسمع. ابو عمر ليش تغششهم غلط؟ لا تغششهم غلط يا ابو عمر. وساعة حطيت حصه بمكان والحين حطيت غاده بمكان وانا ساكت عنك. ما سمع انا شو يقول، الحين بس يضحك. انزين خلينا نتكلم الحين عن موضوع مس الكون. المفردة مثل ما عرفنا ان الاستاذة فتحية يعني كانت عندها هذه القصيدة من زمان مع بيتها لخالد الشيخ. وما شاء الله عليك، يعني انت خالد الشيخ كمايسترو كبير وموسيقار يعني خليجي اصيل، تحس انه اعطاك من الفخامة كل اللي يملكه، وطلعت الأغنية بشكل عبقري صراحة. يعني هو بصراحة هو عبقري. هو عبقري، يعني عبقري في ألحانه، حتى في إخراجه بالكورال لما يدخل عليه الكورال. مس الكون وكذا كذا، تحسين إن في هارموني مع بعض. كموسيقى بس انا احس انه بالاستوديو انتم تسجلون يعني كانه اوركسترا كامله شغاله. والله العظيم غاده قسما بالله اقعد بال6-7 ساعات وانا واقف على ريلي. خالد بعد مره وبعدين فتتعب. يا يقضي عليك يا تي ثاني يوم. والله العظيم غاده من يعني اخلص اغنيه خالد يوم كامل نايم. لازم ترتاح والله، يعني 6 ساعات 7 ساعات وانت واقف. يعني لازم على مود معين. يقول لا مودك مو حلو اليوم. بعد هذا كله بعد 6 ساعات يقول لك اليوم مودك مو حلو. اي مودي مو حلو خالد. ايه شلع قلبك. بس شلع قلبي يا حلوه الله يمسي عليك. بس هي عباره عن تركيبات شعريه طبعا. وفتحيه يعني فتحيه انا احب حكيها كذي، تحسه من القلب طالع من القلب. تحس كلامها شيء من البحرين. يا حلو البحرين، يا حلو ذيك الفريج الحلو المحرق. تحس انه يعني جاي بعفويته، ما هو جاي في تكلفه وفي لا كذي. تحسين انه مال مره حلوه، مره طيبه، اخت. عاد والله انا بغيت اقول ميمه بس سكت. لا واخت وتحطينا على الجرح. هي قالت لك بعد يعني كلماتي اشعاري بناتي وانت وانت تدير بالك عليهم. على خالد قال لي انا اعطيهم خالد وهو يدير باله عليهم على بناتي وعبد الله يغنيهم. يا حلوه. كلمات جدا رقيقه، يعني احساس جدا جميل منها. اي والله حلوه. صعبه في الغناء، يعني اذا غنيتها لايف تكون صعبه. يعني قاعد نتحرش بحضرتك يعني علشان تغني لنا اياها. هي صعبه، بس يعني الواحد برنامج مثل هذا ما يقدر يقول لا.
عشان اسكتهم. من قبل حصل هذا التركيب مع فتحية عجلان والشرقاوي، تركيبات شعريه يعني شعر كامل بس مع بعض مع بعض تحسينهم واحد مكمل الثاني. صح. واحد مكمل الثاني وفعلا يعني. من يختار هذه التركيبات الشعريه؟ علي. خالد الشيخ عنده قدره ما شاء الله عليه يركب، يعني حتى اكو قصايد مثلا تصور من قصيده ثانيه ومن قصيده ثالثه فيركبهم، عنده التوليفه هذه اللي يركب فيها شيء حلو يعني. فخالد مبدع بكل حالاته كلحن وكاختيار. انا احب اختياراته، احب لما يقول لي مثلا اتصل فيه، انا يعني مديم اتصل فيه الح ان من ابي لحن يقول لي بس شريط جديد اقول له شريط جديد، فيقول لي خلني اطلع الصندوق الاسود واطلع لك شنو الموجود. اقول له لا، في انا شنو حصه في بعض الحالات يقول لي كلام اكتبه، يعني يقول لي كلمتين اعرف يعني اسم الاغنيه ونروح خلاص غنينا هاي مثلا تصور جينا حق اغنيه ثانيه. اقول له تذكر العام لما قلت لي كذا كذا كذا، خلينا نرجع حق الصندوق الاسود، يطلعها نلاقي فيها سوالف. يعني هذه ايام افتكر الثمانينات. يا لون المطر بعد يعني كم مفردة غريبة. في كلام حلو، كلام حلو حق فتحية ما شاء الله عليها. طيب ابو خالد، يعني لما انت تقعد وتختار وتتكلم مع الملحنين والشعراء حتى، متى تكون مطيع ومتى تكون مشاغب؟ يعني اثناء التحضير. هذا سؤال ملغوم. انا في قاعده لان انت شكلك يبان انك مطيع، لكن احس انه لا، في شغب قوي. هو مطيع العوني خلصنا. شوف يعني انا اكون مطيع لما يكون الكلام واللحن عاجبني فاسكت لما يخلص، بعدين يسمعني اياه. يسمعني مثلا كروكي اشوف نفسي فيه، هني حلو هني مو حلو، هني اكون مطيع. لكن مشاغب داخل الاستوديو. داخل الاستوديو وقت التنفيذ، التسجيل. تسجيل صوتي. خلاص ما اعرف يما ارحميني، ما اعرف افكر للجمله، ما اقدر ارتب لها، لكن اللي يطلع وياي يطلع. ما شاء الله. ما اعرف يعني ما اعرف ارتب، اقول والله لازم اقول الجمله كذي، لازم اقول على حسب احساسك بلحظتها. بلحظتها يطلع. في اشياء تطلع هني اكون انا شنو الشقي. جميل، نبي هالشقاوة على طول. طيب الحين شنو راح نسمع؟ بس الكون مايسترو ولا شنو راح تغنون؟ انت شو مجهز لنا؟ والله ما ادري كيف اللي تامرون. اللي تامرون فتحية عجلان. فتحية؟ يقول لك فتحية عجلان. فتحية لا عندك الحين نطلع لك. تعال ابو علي، تعال طلع لك الحين فتحية هذه. تعال طلع لنا ابو علي. ورا بعض طاق طوق طاق. صحة. يعطيكم الف الله يطول عمرك. يعطيكم العافية. حتى يعطيك عين، شكلك يعطيك عين. حط لنا اغنيه، حط لنا شيء، خلينا نرتاح شويه تكفى. يسلم هالصوت. يعطيك العافيه. ما يخالف تعبناك معانا. لا ساعات عيوني. بس مستمتعين جدا بك، وصراحه مستمتعين اكثر بهذا النجاح الكبير للالبوم تسلم عليك، اللي يعني من الجمله العبقريه لخالد الشيخ لاناقه وثقافه مشعل العروي لرومانسيه احمد الهرمي، واللي عاد يعني احنا نسميها تشيري اون ذا توب كانت طبعا دايم السيف ومحمد عبده. هل الدموع. كلمني عن هالاغنيه هذه بهالثقل هذا والجماليه اللي يعني تحس فعلا هي اغنيه ثقيله وقديمه، يعني احساسها طبعا. والله يعني سمعني اياها، قلت له ابو نوره ابي منك اغنيه يعني، فقال لي يا اخي انا والله ما انا عارف شو اسوي لك. ما يصير ابو عبد الرحمن، كل ما اقول لك تقول لي ما اعرف شو اسوي لك، ما اعرف اسوي لك. قال والله عندي اغنيه انا احبها شخصيا. وهذا الكلام حق سمو الامير خالد. قلت له بس وصلت دايم السيف
ومحمد عبده، يا فهذا سلام. تاريخ بالنسبه لي يعني احترمه وقدره. وبالعكس يعني شرف لي ان انا اغني للاستاذ محمد عبده لحنه، وخاصه الكلام دايم السيف. فقال لي اسمع هذا اللحن، فسمعني اياها، عجبتني بصراحه. يعني موضوع حلو، موضوع فيه اصاله، فيه مو اصاله نصري طبعا، لا اصاله في اصاله وتراث. اي اصاله وتراث. بس انت لحنت له وهو لحن لك؟ انا لحنت له انت لحنت له من قبل وهو الحين لحن لك. شلون كان يعني بدايه انه ياخذ منك لحن؟ قلت له عندي لحن وعندي جمله كذي، قال لي بس ابيها. من اول ما سمعها من اول مره؟ اي والله. أي. يعني انا بصراحه اجتهدت فيها، مو ماني يعني الحن حق نفسي، اوكي الحن حق ناس صغار، الحن حق واحد. هذا تواضع. لا والله زين. هذا تواضع. لكن لحن لمحمد عبد، فلازم اني انا اشوف كذا رؤيه، يعني كذا شيء ان انا اروح الخط هذا والخط هذا والخط هذا. فعلا كانت مميزه بالنسبه لي. انا ما اقدر اغنيها لانها صعبه. صعبه؟ اي صعبه شوي. كلحن يعني انت بدعت فيها كملحن. هو صوته مبدع. هو صوته مبدع وكلام أسير الرياض. ممكن نشوفك كملحن فقط؟ يعني ممكن تعطي ألحان أخرى لمطربين آخرين؟ أعطيت وايد. إيه؟ أعطيت وايد مثل؟ وايد أحلام، أعطيت منو؟ رباب، وايد اي وايد. والفترة القادمة ممكن تقدم هالشيء؟ عندي شحة تبي من اللحن؟ نبي مطرف. نبي مطرف المطرف. تبي توصين هذه؟ قلت لك انا قص عليك غصب عنك ما ادري. لا بالعكس اتشرف انه انا اعطيه لحن، بالعكس انا صوت يعني مطرف احبه. احبه. زين انا بقول لك بعض الاسماء. نعم. انا بقول لك بعض الاسماء وانت تقول لي يعني رسالة لهم. ماشي؟ ايش فيك شي طالعني؟ خلينا نبدي مع الفنان الكبير شادي الخليج، شو تقول له؟ يا بعد عمري، الحمد لله على سلامتك، والف لا باس ظهور ان شاء الله، وما تشوف شر يا حبيبي، يا بعد قلبي، يا صوت الكويت، يا حبيبي انت. ومحمد المصباح؟ يا حلوه، يا حلوه الانسان هذا الحبيب الطيب اللي فعلا الواحد يشوف الفن والاصاله الكويتيه، لانه هو فنان من داخله في روح الشعبيه الحلوه. احمد حريبي؟ يا حلوه يا زينه، ونعم فيه ونعم فيه. شو تقول له؟ ونعم فيه، استمر ان شاء الله بالتوفيق، الله يوفقك. شفت له ذيك اليوم سهره حلوه معانا كانت بليالي الكويت وايد حلوه. نوال حبيبة قلبي وشلونك؟ حبيبة قلبي والله ونعم فيها، يعني إنسانة ثابرت، إنسانة وصلت إلى مستوى جميل جدا، الواحد يفخر فيها أن هي مطربة كويتية توصل إلى الوطن العربي كله بصدر رحب، بأخلاقها، باحترامها للناس. تعاونت مع أسماء جديدة في ألبومك هذا، أحمد رمي أول مرة، نواف عبد الله، واسم الألبوم بعد اسم الألبوم. فأول مرة أسماء جديدة. الشباب اللي يبون يتعاونون معاك أبو خالد شلون يتواصلون معك؟ شلون تحقق لهم هالأمنية؟ يعني هذا حلم طق الجرس. طق الجرس. طق الجرس. طق الباب يلقى جواب. بالعكس. أي جرس؟ جرس. أوكي. ممكن يوصل لي. في وايد منهم علي مساعد. انا عرفته عن طريق عبد الله وبران، يعني اللاعب يصير له يعني. فقال لي عندي شاعر حلو، وعلي مساعد عرفني على مطيع العوني. شوف اللفه شلون صارت. فواحد يعلمني على الثاني، واحد يعرفني على الثاني، وانا سعيد ان انا اكون يعني اتعاون وياهم. احنا طبعا اسعد ابو خالد. ولا ننسى بالذكر ان نواف عبد الله سوى اغنيتين حلوين، واحدة من كلام تركي آل الشيخ والثانية عوض. حتى الهرمي كان معطيك لحنين، انت اخترت واحد. اخترت واحد يعني، بس بروزت لي اياه. يستاهل اكيد والله. انا يستاهل. احبه يعني احنا طبعا هو فرحان كان جدا وانا فرحان هالاختيار، وان الالبوم يسمى وانا فرحان فيه والله.
احنا كنا سعداء جدا على مدى هالساعة ونص، وتمنينا تخيل بسرعة طار الوقت معاك، واستمتعنا جدا بهالغناء الحي والعزف الجميل. الله يطول وموفق ان شاء الله دائما يا ابو خالد. إن شاء الله. ابو خالد نورتنا. الله يحفظك. وجودي معاك اليوم اضافه لي. الله يسلمك. وانا سعيده. شرف لي. يسلمك. ومنا لعلة. الله يطول كل مرة تمتعنا بشيء اكبر من الشيء اللي قدمته. مشكورين على الاستضافه، مشكور اختي غاده، مشكور اختي حصه.